تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، وهذا الفيديو يلقى الجميع بخير وصحة وعافية وراحة البال يا ربي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو حنشارك معكم طريقتي كيفاش ندير دولمة بالخضار. واش عندي هنايا مكونات. الخضره اللي عندي هنايا تقدروا ديروا اي خضره عندكم في الدار. انا واش عندي قرنون، عندي 3 حبات جزر، عندي 2 حبيبات بصل، عندي حبه قارص، وعندي 2 حبات بسباس وبطاطا، عندي تاني كرطل تاع لحم مفروم، عندي معدنوس، عندي حميصه طيبه. انايا توجور الحميصه نطيبها ونديرها في الكونجيلاتور. لي زيبيس حنستعمل قرفه، فلفل كحل، ملح، وعندي شويه تاع ارز، وحنحتاج تاني حبه بيض وزيت بيان سور. راح نختصر عليكم. انايا حنقي الخضره نتاعي ونجوزوها كيف نقيت الخضره نتاعي وخويتها. القرنون تاعي نقيته كما تشوفوا مزحته مليح بالقارص باش ما يكحلش عندي. زروديه خويتها، البسباس تاني، البطاطا، حبه تاع البصل، والبصله نتاعي تاني اللي حندوز بها قطعتها رقيقه هكا كيما راكم تشوفوا. ندوزنو اللحم تاعنا. راح ندير شويه بصل، ندير معدنوس، نضيف الأرز، قليل من الفلفل الأسود، الملح، والقليل من القرفة. واللايم بالحبة تاع البلاد. هنا اللي يحب يضيف القليل من لاشابلور يضيف، اختياري. وتاني راح يسكر شويه عندكم. فوالا نغسل يديا ونعمرو كيف الخضره نتاعنا. نخلي اللحم بجيه. قبل ما نعمل الخضره راح ندوز القزرعه، راح ندير قليل من الزيت، نضيف البصل، ديروا كميه مليحه من البصل، ملح، شويه قرفه، وشويه فلفل كحل. راح ندير القليل من اللحم مرحي، نقليه مع البصل. راح يتلقى بنا، ما نقلوش هكذاك البصل وحده. نديرها فوق النار. حطيت القدره نتاعي فوق النار، البصل تاعي يتقلى على نار هاديه. ودركا راح نحشي الخضره نتاعي. الخضره هنايا ديروا الخضره اللي حبيتو واللي موجوده عندكم في الدار، يعني الخضره اختياري. هنايا تقدروا تزيدوا حتى طماطم، انا دي فوا نزيد لها حتى طماطم.
البطاطا ما تخيروش دوك الحبات الكبار، خيروا الحبات اللي يكونوا متوسطين هكذا. راح نختصر عليكم. حبة زرودية معاكم. هذا البصل هنايا بيان سور اللي يحب، كاين اللي ما يحبش ياكل البصل هكذا. نديرو حبه شباح في القدره، نكمل انايا نعمرهم وندوزو للقدره تاعنا. الفل تاعي هنايا تقلى، نخلوها على نار هاديه حتى يتقلى مليح باش نضيفو الماء حتى يكون سخون. ما نكثروش الماء هنايا، نغطي عليه نخليه 5 دقائق ونعاود نرجع اليكم. فوالا غنشوفوا غلى عندي، راح نضيف ديك الحميصه ونضيف الخضره نتاعي. ونغلق عليها. ديك الكميه تاع لا فيانداشي اللي قعدت عندي راح نديرها دي بولات. ونضيفهم للقدر نتاعي. طبق لذيذ وصحي تاني، فيه الخضار، تقدروا ديروا كامل الخضار اللي حبيتو، يعني طبق صحي. نروح نضيفهم للقدر نتاعي. نضيف البولات نتاعي
هنايا البطاطا تاعي طابت، تخليها طياب، راح نحيها. ونخلي الخضره نتاعي الاخرى تطيب في غلبها. نعاود نغلق عليها ونخليها تكمل تطيب. هذيك البطاطا اللي نحيتها خليتها بردت، راح نرمدها في الفرينه ونقليها. لازم ما تخلوهاش تطيب حتى تتحرحر عندكم، ماهيش راح تشد في المقله كي ديروها في المقله. فوالا ندوزو نقلوها كيف كيف. فوالا البطاطا تاعي راني نقلي فيها، تحمرت على الجهه هذه، تتكمل تتحمر على الجهه التحتانيه، ونكملوا الطبق تاعنا تاع اليوم كيف كيف. الدولمه تاعي بعد ما تجمرت طابت مليح الخضره، والبطاطا تاني قليتها تحمرت كما راكم تشوفوا. وتانيك هنايا خدمت لا بيشاميل، اختصرت عليكم، الاغلبيه يعرفوا يديروا لا بيشاميل، انا ما خدمتهاش معكم. راح نجيب بلاطو اللي يدخل للفرن وندوزو للخطوه الاخيره. البلاطو تاعي راح نحي كامل الخضره، نستفها ستفت كامل الخضره عندي هنايا. وكيما شفتوا الخضره الاخرى ما قليتهاش، كيما القرنون والبصل البسباس الزروديه ما راهمش رايحين يشدوا في الزيت سخونه في المقله، الوغ ما قليتهمش، قليت غير البطاطا هي اللي تشد. القرنون عارفو يشرب الزيت، وزروديه تانيك حين يتحرحروا عندي. هنايا بعد ما ستفتهم راح ندير المرقه، ندير قليل من المرق. نزيد لا بيشاميل من الفوق. ودركا نغطي الكغياغ من الفوق. اروع دول ما راح تذوقوها، جربوها واكيد راح تعجبكم. الفرن تاعي كنت شعلته يسخن، وراح نديرها ديريكتومون في الفرن. الدولمه تاعي طابت، تحمرت مليح في الفرن كيما راكم تشوفوا. نسقي معاكم الطبيسي. الطبق تاعنا تاع اليوم ها هو جاهز معانا، طبق بزاف لذيذ، نتمنى تجربوه، متاكده البنه نتاعو رايحه تعجبكم فريمون ولا اروع. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله ينال اعجابكم. هكذا نقولكم الى اللقاء، الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.